رانيا دكتورة صيدلانية في أوائل الثلاثينات من عمرها، عرفت بين زملائها بالذكاء الحاد والدقة الشديدة في شغلها. حياتها كانت مستقرة لولا خبر قلب كيانها كله. والدها قرر يفتح عيادة فاخرة لأخوها الأصغر ياسر اللي لسه متخرج من كلية الطب، وقال لها بالحرف: العيادة دي من حقي، والباقي من التركة هيتقسم بينكم حسب الشرع. رانيا ما اعترضتش بصوت عالي، لكن جواها كانت نار. هي اللي تعبت وسهرت واشتغلت من أول ما اتخرجت، وهي اللي كانت بتساعد أبوها في كل حاجة. وفجأة لقت نفسها بتتشارك الميراث مع حد شايفاه لسه طفل صغير ملوش في الشغل ولا الحياة. بدأ الغل يتحول لأفكار، والأفكار لخطة. هي صيدلانية وعارفة السموم كويس، وفي يوم وهي بتقرأ بحث عن مركب نادر وقعت عينها على مادة قاتلة ما بتتركش أثر واضح في الدم. ابتدت تعمل تجارب بسيطة، تختبر المادة على عينات، تقرأ أكتر عنها، واتأكدت السم ده بيقتل في ساعات، لكن ما بيبانش في التحاليل الروتينية. خططت لكل حاجة بدقة. عزومة بسيطة في بيتها، ياسر جالها مبسوط، قدمت له العصير وابتسمت له: انت تستاهل كل خير يا دكتور. بعد أقل من 5 ساعات مات. الطبيب الشرعي كتب في التقرير الأولية إن الوفاة طبيعية، لكن كان في حاجة واحدة مش مريحة: عين ياسر كانت مفتوحة بشكل غريب، مفيش أي ارتخاء عضلي، كأنه مات وهو شايف حاجة مخيفة. ده خلاهم يطلبوا تحليل إضافي، عينة من محلول العين. وكانت المفاجأة: السم ظهر في التحليل. التحقيق اتفتح وبدأت الأسئلة، وسرعان ما كل الخيوط بدأت تشير ناحية رانيا. سجل الكاميرات، البصمات، وكمان بحث كانت بتقراه في المكتبة العلمية عن نفس السم. اعترفت تحت ضغط الأدلة وقالت بهدوء قاتل: هو خد كل حاجة وأنا خدت حقي بطريقتي. المحكمة حكمت عليها بالإعدام، وفي يوم النطق بالحكم القاضي قال جملة واحدة: العين اللي ماتت مفزوعة هي اللي حكت الحكاية. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان تسمع قصص تانية كتير نتعلم منها. وما تنساش فعل الجرس عشان توصلك قصة جديدة من حكاية ورا كل باب.